10 أعوام الأخيرة كان ريال مدريد يقبع تحت سيطرة الصحافة والصحفيين الإسبان، هم المتحكمين في مفاصل الفريق، بل كان هناك سباق حقيقي بين أقوى صحفيين في مدريد، صحيفة لاس أو الماركا التي لا تخفى شاردة ولا واردة وسط الفريق، وهو الأمر الذي يفقد ريال مدريد الكثير من المواسم بسبب الفضح المتكرر لما يحدث في غرف الملابس خاصة. في الفترة الأخيرة الأمور تطورت أكثر، وتحديدا منذ عام 2010 وأصبح بمقدور الصحافة معرفة كم عدد مرات تتنفس لكل لاعب على سبيل المبالغة. وربما كل هذا لم يكن بتلك الخطورة، لكن الخطورة الكبرى التي واجهت المدربين المتعاقبين على دكة الريال هو كشف التشكيلة الرسمية قبل المباراة بساعات كبيرة، ومنذ أن يقوم المدرب بإبلاغهم تصل إلى الصحافة قبل أن تصل إلى بعض اللاعبين المتواجدين في آخر القاعة. ما حدث يوم أمس كان تحول تاريخي. رونالدو أعلن بأنه جاهز، ولكن قبل المباراة بفترة كبيرة تجددت الإصابة وتم إخراجه من الحسابات، ولعل الأمر المذهل هو أن هذا القرار ظل سرا مكتوما طوال تلك الفترة حتى أعلن رسميا من خلال اليويفا شامبيونز ليج عن التشكيلة الرسمية التي ستلعب المباراة. سابقا كانت هناك العديد من الحوادث مع مشكلة التسرب والتسريب، ولربما الأخبار التي نشرت في مختلف الصحف تحدثت بإسهاب عن الاسم الذي كان بطلا للتسريب أو التسرب. حاليا الأمور أصبحت في طي الكتمان، وإلقاء يوم أمس خير دليل على ذلك. هذا الحدث حتما هو عنصر أساس النجاح للريال أو لأي فريق آخر. زار بن صالح تقرير حول التحول التاريخي في ريال مدريد، السبب والمتسبب الرئيسي في التسريبات ونقل أخبار الصحافة في كواليس ريال مدريد. زار بن صالح، ليد سبورت القطرية.